السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. لو ما تعرفنيش، معاكم مستر محمد سنة عمري 23 وحاليا طب بشري. فيديو النهارده مهم جدا وناس كتير جدا طلبته، وهو ازاي احل قطع الانجليزي. عشان ما اطولش عليكم، يلا اعمل لايك واعمل سبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس ويلا بينا نبدا. بص يا صديقي، قطعة الانجليزي مهمة جدا في الانجليزي لان هي يعتبر معظم درجات الانجليزي بتبقى في القطعة، فهم بيبقوا قطعتين بيبقوا معظم درجاتك فيهم، فاوعى تخش الامتحان وانت مش عارف ازاي تحل القطعة. بص يا صديقي، اول حاجة هتقرا القطعة قراءة عشوائية. انت هتقرا القطعة عادي، الكلمات اللي انت مش عارفها عديها واقرا بس، يعني انت بس تجمع الكلمات اللي انت عارفها، الكلمات اللي انت مش عارفها مالكش دعوة بيها. تاني مرة هتقرا القطعة بتركيز وهتحدد الكلمات اللي انت مش عارفها، حتى لو معظم الكلمات مش عارفها بس حددها واعمل تحتها خط. وانت بتحدد الخط دوت حاول تستنتج معنى الكلمة من الجملة اللي بعديها. هتحاول تجمع كلمات كتير جدا بالطريقه ديت وهتجمع كتير جدا. ممكن انت دلوقتي تقول لا انا كده كده مش هعرف، بس لو انت جربت فعلا هتلاقي الطريقه ديت فعاله جدا معاك، لان انت بتستنتج من الجمله، لان هي جمله اكيد الكلمه ديت ليها معنى معين يمشي مع الجمله، فانت هتستنتج معنى الكلمه من سياق الجمله. حتى في الاول لو انت بتحل ومعرفتش تطبق الموضوع دوت، لما تكرره هتتعود ان انت تعرف تستنتج، لان دوت بيجي بالتمرين. تالت مره هتقرا القطعه وهتربط بقى الكلمات اللي انت جمعتها دي كلها وتقرا القطعه بقراءه صحيحه. وبرده ممكن يكون في كلمات انت مش عارف معناها لان السياق بتاع الجمله مش موضح لك الكلمه دي معناها ايه. انت بقى في الحاله ديت هتروح تقرا الاسئله، هتقرا الاسئله ممكن وانت مش عارف الاجابات اصلا، بس هتقرا الاسئله وترجع للنقطه بتاعتها من القطعه. الاسئله ساعات بتبقى هي الاجابه، يعني انت بتقرا السؤال، هو السؤال اصلا بيوضح لك الاجابه، لان السؤال اصلا بيبقى استنتاج. فانت هتقرا السؤال وتروح للحته بتاعته، والسؤال ممكن يوضح لك معنى الكلمه. فانت هتقرا الاسئله مرتين، اول مره قراءه عاديه وتاني مره قراءه بتركيز عشان تحاول تستنتج الكلمات اللي انت ما عرفتهاش. وحاول تطبق الطريقه ديت من دلوقتي على كل القطع اللي انت بتحلها عشان تثبتها معاك وتتعود على الطريقه ديت تعرف تستنتج كويس وانت في الامتحان. تاني حاجه، وازاي اراجع الجرامر. الجرامر لازم تسمع شرح انت فاهمه وبتطبق في نفس الوقت، ما ينفعش تقول ايه انا دلوقتي هبقى اذاكر بعد كده بحل بعدين. الانجليزي لازم تحل في نفس الوقت، هتسمع القاعده وتطبق عليها مثلا حوالي 10 اسئله، هكذا هتثبت معاك، لان القواعد بتاعت الانجليزي كتير وهي سهله بس ممكن تتلخبط فيها وتدخل القواعد في بعض. فانت هتسمع القاعده من هنا وتفهمها وبعد كده تحل على طول، وهكذا في الانجليزي تحفظ كلمات تطبق على القواعد تحل كتير. بس كده وبس كده وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا، يا رب تكونوا استفدتوا. وما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتتابعنا على جروب التليجرام هتلاقي لينك تحت في الديسكربشن بنزل عليهم ملخصات، وتتابعني برضه على الانستجرام وتبعت لي المشاكل بتاعتك.